أول تعليق من كيليان بابي بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في الكلاسيكو. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، لا تبخلوا علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. فهيا بنا الآن إلى التفاصيل. نجح النادي الملكي داخل ملعب كامب نو بتسجيل 4 أهداف، حيث سجل كريم بنزيما هاتريك، والهدف الرابع سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور. وانتهى اللقاء ب4 أهداف لهدف واحد بمجموع مباراة الذهاب والإياب. وخرج الفرنسي كيليان بابي لاعب باريس سان جيرمان الحالي بتصريحات مثيرة عقب فوز ريال مدريد على برشلونة في قمة كلاسيكو برباعية نظيفة، حيث قال: يا لها من مباراة رائعة لريال مدريد، لقد شاهدت المباراة وكنت مستمتعا بها. ريال مدريد كان خطيرا بشكل كبير اليوم، لقد سيطروا على المباراة منذ بدايتها وكانوا يستحقون تلك النتيجة. صديقي كريم بنزيما تألق اليوم بشكل كبير جدا، لقد قدم أداء مذهلا وهذا ما عودنا عليه دائما. بالرغم من أنه تقدم في العمر إلا أنه ما زال يتألق ويتعملق مع ناديه ريال مدريد، وبرهن على ذلك بتسجيل هاتريك. ريال مدريد نادي عريق والكل يعرف ذلك، وبشأن مستقبلي مع ريال مدريد سأخبر الجميع بعد اتخاذ قراري. الآن أنا مركز مع فريقي الحالي باريس سان جيرمان ولا شيء غير ذلك. مبروك لنادي ريال مدريد. مشاهدينا الكرام، شاركونا آراءكم في التعليقات حول تصريح كيليان بابي. شكرا على المشاهدة.